يدخل في أكثر من لقطة في أوقات المباراة. هو الاعتدال في كل شيء مهم. يعني أنا أتكلم عن كرة في وسط الملعب غير مؤثرة، حتى لو الحكم أخطأ فيها، الخطأ جزء من اللعبة، جزء من الإثارة اللي موجودة في اللعبة. لكن القرارات المؤثرة داخل منطقة الجزاء زي ركلات الجزاء زي الأهداف، لا أنا أتدخل إذا كان تسلل وغير تسلل. أنا أتمنى لو حضرتك نفس ما سألت زميلي طلحة، إيه التقنية اللي نفسك أنت عرضتها من شوية، أنا أتمنى تتم إذاعة محادثات حكم الساحة مع حكم الفار والجميع يسمع ما يدور وما يحدث، لأن فعلا مصير، وخاصة في البطولات الكبيرة. أنت بتتكلم في الدوريات المحلية، البطولات الأوروبية، الكلام ده كله ده بطولات محلية يحدث فيها ما يحدث من أخطاء، تحدث فيها إثارة، يحدث فيها ما، لكن نتكلم على كأس عالم. متى تصل إلى كأس العالم؟ كابتن، السؤال الأهم، هل تقتل هذه التكنولوجيا روح كرة القدم برأيك، استخدام التكنولوجيا بشكل زائد وكبير؟ الأدوية دايما مرة ومضرة، لكن هي بتعالج. يعني أنت لما تيجي تاخد الدواء بتحس إنه مر، ما بتبقاش عاوز تاخده. هي نفس الكلام، القرارات بتقتل المتعة، لكن في نفس الوقت تحقق العدالة. ما فائدة المتعة وإذا غابت العدالة؟ العدالة هي أهم شيء في كرة القدم، حتى يستطيع الضعيف أن يشعر وهو يلعب أنه يأخذ حقه كاملا أمام القوي. في قوة كبرى في كرة القدم، لا يمكن أن ننكر ذلك. عندما تلعب البرازيل، تلعب انجلترا، فرنسا، ايطاليا، قوة كبيرة في كرة القدم. ولن تتحقق العدالة كابتن بوجود فرق كبرى وفرق صغيرة، نجوم كبار ونجوم صغار، لن تتحقق العدالة على ما أعتقد. شكرا كابتن الصحفي والمحلل الرياضي رجاء فتحي على كل هذه الإضافات، وأيضا الشكر موصول للناقد والمحلل الرياضي طلحة أحمد من عمان، شكرا جزيلا. إذا أعزائي، إلى هنا نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم 2026 من استديوهات التالت العربي في مدينة نيويورك. تحية وإلى اللقاء.